لدينا مصالح مع كل دول العالم، إيران، تركيا، سوريا، إسرائيل، أمريكا، الصين وما إلى ذلك، ومصالحنا هي التي تحتم الانفتاح على الأعداء. لكن حزب الله قد اتخذ قراره ليكون أداة من أدوات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، وليس العكس. حزب الله هو الذي يرسل الأسئلة إلى الحوثي. حزب الله هو الذي يدرب كوادر خليجية في مخيماته. حزب الله هو الذي يطلق هذه التهديدات ضد رموز دول الخليج وضد استقرار دول الخليج. حزب الله هو الذي يرسل بجواسيسه إلى العواصم الخليجية. فحزب الله هو المسؤول المباشر، المسؤول السياسي، المسؤول الأخلاقي لتدهور العلاقات بين الإمارات، السعودية، دول الخليج ولبنان. فإذا اطرح هذا السؤال على هذا الحزب اللي هو حزب إيران في لبنان.